ابنك بيلعب وفجأة وقع، بتلاقي دم بينزل من جرح أو كلكيعة زرقاء بتكبر في راسه. في اللحظة دي أعصابك بتسيبه وممكن تتصرف غلط وتضر الطفل أكتر ما تفيده. أنا دكتور مصطفى العطار، ودي حلقة جديدة من طوارئ منتصف الليل، والنهاردة هقول لك إزاي تتعامل مع الجروح والكدمات صح، وإمتى الموضوع يحتاج مستشفى فورا. خلينا نبدأ بالجروح. أول وأشهر كارثة بنعملها إننا نكتم الجرح ببن أو قهوة. ده بيعمل تلوث شديد في الأنسجة وبيصعب مهمة الدكتور جدا. لو الجرح محتاج خياطة، التصرف الصح حط الجرح تحت مية جارية من الحنفية عشان تنضفه، وبعدين هات شاش طبي نظيف، وبلاش قطن علشان بيلزق في الجرح وما بيطلعش بسهولة. واضغط بقوة على مكان النزيف لمدة من 5 ل10 دقايق متواصلة، وبلاش ترفع ايدك كل شوية وعشان تبص على الجرح. يجي بقى للكدمات او خبطات الرأس. الغلطة هنا اننا بندعك مكان الخبط جامد او نحط مية سخنة، ده بيزود النزيف الداخلي والورم. الصح هو البرودة. حط كمادات ساقعة او تلج ملفوف في قماشة، مش مباشر على الجلد ابدا، على مكان الخبطة لمدة 10 ل 15 دقيقة. ده يسحب الورم ويقلل الألم فورا. طيب امتى ناخد الطفل على المستشفى؟ الجروح لو الدم مش بيقف بعد 10 دقايق من الضغط المستمر، او لو الجرح عميق وحوافه مفتوحه ومحتاج خياطه، او لو الجرح بسبب مسمار مصدي او عضة حيوان او جرح ملوث جدا. خبطات الراس. وخبطات الراس ودي الاهم، لو الطفل فقد الوعي حتى لو لثواني، ولو رجع بعد الخبطة مباشرة أو بعدها بشوية، أو لو دايخ وعايز ينام أو مش مركز في كلامه، أو في دم أو سائل شفاف طالع من مناخيره أو ودنه. الجروح والكدمات ضريبة اللعب والاستكشاف، بس وعيك وهدوءك هم اللي بيعدوها بسلام. اعملوا شير للفيديو علشان توعوا كل أب وأم وتنقذوا مواقف كتير، واشتركوا في القناة علشان تبقوا جاهزين لأي طوارئ، وربنا يحفظ أولادكم.